السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين طبعا، ونعاد عليكم بالخير عشان رمضان كريم. يا رب يعيدوا على الأمة الإسلامية كلها بخير يا رب، ويكون رمضان خير على كل الناس. النهاردة طبعا انتوا عارفين كله بيحب البط أول يوم رمضان، فأنا جايبه لكم النهاردة بطاية بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين دي 4 كيلو. جايه النهارده بجد هقول لكم طريقه حلوه جدا وسهله قوي. ممكن تعملوا بيها البط ويطلع بجد طعمه تحفه. المقادير زي ما انتم شايفين كده، او طبعا التوابل اللي احنا عايزينها زي ما احنا شايفين. عايزين ملح، وعايزين فلفل، وعايزين ورق لورا، وكمان عايزه ديت معلقه صغيره قرفه، بس بصراحه بتفرق في الطعم. اللي مش عايز يحطها براحته، بس هي بتفرق بصراحه. كمان عايزه بصلايه كبيره ومبشوره زي ما احنا شايفين كده. هي دي المقادير، بس مش عايزه حاجه تاني. ومعلقتين خل بس. طبعا زي ما احنا شايفين انا غاسله البطايه حلو جدا، زي ما احنا شايفين كده. بعد كده زي ما احنا شايفين عايزه اقول لكم انا بسيبها يوم كامل او ليله كامله في التلاجة في التتبيله دي، وبعملها تاني يوم بجد بتطلع تحفه وطعمها حلو جدا. زي ما احنا شايفين كده جبنا بوله. بسم الله. هننزل طبعا بالبصل المبشور بسم الله، والملح بسم الله. دي معلقه او حوالي زي ما انتوا تحبوا الملح حسب الرغبه. ورق لورا، كمان الفلفل، وكمان معلقه القرفه اللي قلتلكوا عليها. دلوقتي هحط بقى معلقتين خل بسم الله. دول معلقتين خل بس، ما نكترش في الخل. زي ما احنا شايفين كده هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض بسم الله. بعد كده طبعا هنحطها طبعا على البطايه، وكمان جواها. انا عايزه اقول لكم بجد بجد هتطلع بجد طعمها تحفه، والشوربه كمان بجد بجد هتطلع طعمها روعه. زي ما احنا شايفين كده بسم الله. بصوا انا طبعا هدعك كده البطايه كلها بالتوابل ديت والبصل، وكمان هحط جواها كده كلها تبلها كلها كده بسم الله. حتى كمان زي ما احنا شايفين كده الراس والرقبه والجناحات برضو كلها. هنقلبها برضو كده بسم الله كلها. برضو الجنب التاني بسم الله. بسم الله. بسم الله. بعد كده هنحطها في كيس كبير بلاستيك يكون نظيف طبعا بتاع الاكل، وهندخلها التلاجة تقعد ليلة كاملة. بجد دقوها هتعجبكم جدا جدا، ومكونات في البيت يعني مش مثلا جايبين حاجات غالية او كده من بره. زي ما انا وريتكم كده خلاص حطيناها في كيس. دلوقتي هنحطها بقى في التلاجة هتقعد ليلة كاملة، وبعد كده تاني يوم بقى نسلقها، وبعد كده بقى نحطها في الفرن. بجد هتطلع تحفة كده. زي ما احنا شايفين كده طبعا البطاية قعدت ليلة كاملة في التلاجة. دلوقتي بقى هنعمل طبعا احنا هنسلقها. بعتذر منكم عشان صوتي بجد عندي برد، سوري. دلوقتي هنجيب طماطمية كبيرة او طماطمتين صغيرين، وجزرايه وبصلايه، ونقطعهم زي ما احنا شايفين كده شرايح، ونكون غاليين ميه وهننزل فيها زي البوكيه جورنيه ده، وهنحط فلفل وملح بس، لان احنا حاطين طبعا توابل كلها اللي تبلنا بيها البطايه. طبعا احنا عشان اوريدي احنا كنا طبعا متبلين البطايه قبل كده. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده احنا الميه بتغلي، حطيت البصل والطماطم وكمان الجزر.
كده زي ما احنا شايفين حطيت الملح والفلفل، خلاص هننزل بقى بالبطايه عليها. كده زي ما احنا شايفين البطايه دلوقتي انا شلتها من الكيس دلوقتي، وهسقطها في الميه المغليه طبعا بالملح والفلفل والبصل والطماطم والجزر. بسم الله. زي ما احنا شايفين كده حطينا البطايه اهي. كده زي ما احنا شايفين ممكن نسيبها ساعه او ساعه ونص، طبعا هنختبرها بالسكينه كده. بعد ساعه لو استوت اوكي، ما استوتش خلاص هنسيبها نص ساعه تاني. كده زي ما احنا شايفين البطايه بعد ساعه، بصوا كده لسه شويه، لما السكينه تدخل جوه كده خالص تبقى استوت. كده لسه شويه، يعني هنسيبها نص ساعه تاني. كده زي ما احنا شايفين بصوا البطايه كده، بصوا خلاص كده استوت، اللهم بارك. دلوقتي بقى نطلعها نحطها في صينيه ونعمل خلطه بقى كده هوريها لكم عشان نحطها في الفرن تتحمر. كده زي ما احنا شايفين دلوقتي كده البطايه زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي بقى هنعمل الخلطه ونحطها عليها، نحطها في الفرن. احنا كده طلعناها وسيبناها تهدى شويه عشان ما تبقاش سخنه ونحطها تاني في الفرن ممكن تتهري. دلوقتي كده هنجيب بوله ونحط فيها صلصه طماطم كده. بسم الله. انا عاملاها في البيت حوالي 4-5 معالق كده. ودلوقتي كمان هحط معلقه صلصه زي ما احنا شايفين كده. بسم الله. كده معلقه الصلصه هنقلب كده، وهنجيب برضو ملح وفلفل، وكمان توابل طيور مثلا، دجاج، اي حاجة من عند العطار، هي موجودة برضو في الماركت او سوبر ماركت. كده بسم الله حوالي معلقة كبيرة، دي التوابل اللي بقولكوا عليها. نقلب كده برضو. برضو هنجيب برضو بسم الله شوية شوربة من بتاعة البط. هنجيب بقى كده معلقتين زيت. بسم الله. بس زيت يا ذرة يا اما ملهوش ريحة. كده هنقلب بقى الخلطة دي كلها مع بعض. هنحط دلوقتي بقى ربع معلقة صغيرة فلفل اسمر، وربع معلقة صغيرة برضو ملح حسب برضو الرغبة. كده الفلفل. بسم الله. كمان هنحط دلوقتي الملح، برضو ربع معلقة كده. نقلب بقى كده، نحط بقى الخلطة دي كلها زي ما قلت لكم كده على البط. كده زي ما احنا شايفين. بسم الله. كده بقى هنحط كده على البطايه الخلطه اللي انا قلت لكم عليها دي، وهحط برضو من جوه كده. هنحاول ننزل عليها كلها. بسم الله. كده زي ما احنا شايفين كده خلاص تمام. كده هندخلها الفرن على درجه حراره 180 حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع. وكده ايه رايكم بعد البطه ما خلصت بجد؟ يعني يا ريت تجربوا الطريقه دي، حلوه جدا. وكل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليكم بالخير يا رب، ورمضان كريم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه.